back to my channel. معكم مريم. جبت لكم كاع الافكار والنصائح اللي نبغي نقدمها لكم وغينفعوكم في اول اسبوع ديال الدراسه. ميلوده وفينك انت ودرتي الوليد. اليوم غادي نشارك معكم افكار بسيطه وزوينه بزاف غادي تنفعكم، بالخصوص الناس اللي في الثانويه او في الاعدادي. فغادي نحاول قدر الامكان انني نولي نشر لكم بزاف. شنو اهم حاجه خاصنا هي بلاصه فين نقراو. ماشي ضروري يكون عندكم واحد المكتب، ولكن ضروري تكون عندكم واحد البلاصه مخصصه للقرايه. ما تشريو دوك المشتريات اللي كنت حطيت لكم في هذا الفيديو اللي الصراحه زوينين بزاف وغادي يبقاو معكم مطولا. شوفوا انا راه مازال باقيين معايا. هو تنظموا الادوات ديالكم في المكتب ديالكم اولا في البلاصه ديال الدراسه ديالكم. ماشي ضروري ديو الادوات كاملين للمدرسه، بحال الستيكر نوت وداكشي كيبقى غير في الدار من الاحسن. ديروا غير الريزومي ويسهل علينا الحفاظه. حاولوا تخليو المكتب ديالكم البلاصه اللي كتقراو فيها تكون فواحد البلاصه اللي مرتاحين فيها، بعيد على الهضره ديال العائله ديالكم. ضروري تختاروا واحد المحفظه اللي الشكل ديالها يكون كويس، يكون زوين على حسب الذوق ديالكم نتوما شنو كيعجبكم، اللي تبقى معكم مده طويله. تاخذوا محفظه اللي فيها جيوب بزاف. انا عندي فيها هادو هنايا ديال الماء، هنايا جيب صغيور جيب كبير، المهم على حسب نتوما والذوق ديالكم. فنبغي نقول لكم اختاروا شي محفظه زوينه وقادوا فيها الحوايج ديالكم والادوات ديالكم. فاش كندي هذه اليونيفرسيتي حيت هادي واحد السكن، انا نوريكم دابا. ويت مينيت. هذا اللي وليت كندي للجامعه، ولكن بالنسبه لكم نتوما باقيين في الثانويه اولا الاعدادي ديو الشكاره ما ديوش السيكان. ملي تبدا القرايه ديو معكم هاد الشكاره اولا المحفظه، ديو غير الحوايج الاساسيين. حتى من بعد غادي نشارك معكم شنو ديو المدرسه ديالكم، حيت بعض المرات كديوها ثقيله وغادي غير تقلوا عليكم وصافي. ندوزو الحاجه الثانيه واللي هي تخطيط الروتين ديالكم. من دابا ديروا واحد البروغرام ديال النهار ديالكم. مثلا نتوما كتكونوا كتقراو من 8 ل 12 ونص، من 2 ونص ل 6 ونص. هادشي اللي كاين في المغرب. بيان سور ما تقراوش هاد المده كامله، غير 4 سوايع في النهار واقيلا ولا 6. المهم غتقادوا واحد البروغرام. اون فوا تجيو من المدرسه الراحه، غادي ترتاحوا، غادي تنساو التليفون. اول حاجه تصليو الا كانت باقي لكم الصلاه ديالكم، تاكلوا. من بعد ما تاكلوا ترتاحوا واحد شويه. من بعد ما ترتاحوا القرايه داكوغ. ضروري تراجعوا داكشي اللي دوزتو في نهاركم. مني تكملوا الراحه ديالكم تراجعوا داكشي اللي درتو داك النهار وتوجدوا النهار الثاني. هادشي راه مهم، ومازال غنعطيكم نصائح بخصوص هذا الموضوع وغادي ينفعكم بزاف وغتجيبوا نقاط طالعه بمجهود قليل. رابع نصيحه هي الصحاب. في الدخله ديال المدرسه الصحاب خاصكم تختاروهم بعنايه. ماشي اي واحد يجي عندكم ولا نتوما غير محتاجين معاهم تصاحبوا تمشيو تصاحبوا مع اي واحد، لا. اول حاجه غادي تمشيو تدخلوا القسم وغتشوفوا التلاميذ اللي كيقراو مزيان هما مع من غتصاحبوا. غتقولي لا انا عندي صاحبتي ولا كولدي عندي صاحبي راه حنا متفقين، هو واخا ما كيقراش مزيان ومشاغي وداكشي راه عزيز عليا. هاد الهضره ما كايناش، لان الصحبه من بعد الباك غادي تسالي، وغنأكد عليكم عليها. هاد الهضره كتقال و100% صحيحه. شاركوا في القسم، تعلموا لغه جديده في اللونغلي راه مهم بزاف. واخيرا بغي نقول لكم القرايه هي واحد الحاجه زوينه الا عرفنا كيفاش خدمناها من الاول وما خليناش العكاز والصحاب السلبيين والهضره الخايبه والكسل وداكشي يغلب علينا. من الاول راجعوا بداو توجدوا الامتحان. قد ما بديتوا في الاول قد ما غيسهل عليكم الامتحان وتكونوا ثاقين في راسكم ومستعدين دوزوا الامتحان في اقرب وقت. هادو هما اغلبيه النصائح اللي مهمين. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو. متنساوش تخليو لي اللايك والراي ديالكم ضروري خليو لي تعليق زوين. وبسلام عليكم. قد ما درتو تعليق بزاف غادي نتحفز ونصور لكم كتر.